السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا هذا الفيديو. ورمضان كريم، بركة طاعتكم. بما ان داخلين على العيد، كل سنة وانتم سالمين. ونبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وهون يا صبايا حبيت شارك معكم أكلة حلو بسيطة يعني، وراح تعجبكم، وبالأخص انه داخلين على الصيف كتير طيبة هالأكلة. وكمان حبيت شارك معكم روتين صغير تنظيفات العيد. اول شي عندي هون طنجرة فيها كيلو حليب، ضفت عليهم كاسة سكر وظرفين فانيلا. وهون بالطواية كمان عندي حطيت معلقتين زبدة، وبضيف عليهم معلقتين طحين او معلقتين ونص. وبعد ما بضيف عليهم حليب بودر، بتركهم هيك ليتحمصوا شوي ويشقروا، يعني شوي مو كتير يعني. وبضيفهم على الحليب. هلا في منهم يعني الوصفة الأساسية إنه هيك تحطيهم حدا يعني وحدة منهم باردة، بس أنا بما إنه هيك رح أضربهم بالمكسر يعني، فعادي ضفتهم الاثنين ساخنين على بعض. وبضيفهم هون بالزبادي، يعني هي نكهتها بتجي على الرز بحليب، على الهيلطية، يعني هيك شي يعني، عرفتي شلون؟ وبس يا صبايا، وشوفوا لي البيت قايم قاعد ولا حدا يعلق. طبعا شلت وشوه الديوانات والمخدات كلياتهم، لانه مع اني انا غسلتهم قبل دخلة رمضان بيومين يعني، بس هو عندي روتين كل شهر لازم غسل البرادي والديوانات، وهدول كلياتهم لازم تغسيل يعني، لانه انا عندي ولد صغير بيتنطوط يعني، ولاد وكذا يعني، بتعرفوا انتو. اي والله يا صبايا، شلتهم وبعد ما حطيتهم بالغسالة ورجعت نشرتهم. خبروني انتو شو تجهيزاتكم للعيد، كل سنة وانتو سالمين، وكيف ايامكم، وكيف الايام اللي عم تقضوها باخر شهر رمضان. الله يعيدوا علينا سنين وعوام كتير يا رب. صدقا صبايا يعني كتير عازل علي هذا الشهر، كتير كان سريع يعني، والحمد لله رب العالمين يعني. هون مثل ما انكم شايفين نشرت الغسيل. طبعا هي وجبة من الغسيلات اللي كانوا مكومين يعني. أنا يوميا لازم شغل عندي الغسالة، ما فيني يعني، ما بقدر نام بالغسالة غسيل يعني. هلا في ناس بتستنى إنه تنين وخميس. شوفوا البراد المنظر مغسي، بس استنوا عليه شوي وكل شي رح يكون تمام يعني. هيك بيضناه. وبس هيك يا صبايا، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا بنزلكم. وبشكركم على دعمكم ومتابعتكم لإلي، ويا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. وبس صبايا، بأمان الله، بشوفكم على خير بالفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.